السلام عليكم يا احلى متتبعين، كي دايرين اخواتاتي العزاز؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناه البساطه ام هبه. وطبيعه الحال تنعتذر لكم على الغياب الطويل. اليوم ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم واحد الشهيوه صيفيه خفيفه وتتجي لذيذه بزاف، صدقوني غادي تجربوها وغادي تنال الاعجاب ديالكم. غادي نبارطاجي معكم القضبان ديال اللحم بواحد التتبيله اللي تتخليهم يجيو لذاذ وفتيين اكثر من رائعين. وبسم الله على بركه الله غادي نبدا معكم. غادي نحتاج هنايا تقريبا واحد الكيلو ونص ديال اللحم ديال الهبره. كيف ما تلاحظوا معايا قطعته على هذا الشكل، خليت فيه واحد الطريفات ديال الشحمه باش هاد القضبان ديالنا ما يجيوناش ناشفين. غادي نحتاج ليه جوج بصلات هنايا متوسطين قطعتهم على هذا الشكل. صراحه التتبيله تتجي رائعه وتتجي لذيذه وتتخلي القضبان ديالنا يجيونا فتيين. غنضيف معلقه ديال الكمون، وطبيعه الحال راه حنا تنحطوا الملحه والكمون على الطابله ملي تنطيبوا، يعني اللي بغى يضيف الكميه راه يضيفها. تحميره غنديروا شويه بالزيت كما تنعرفوا ان راه تتعطينا المذاق وتتعطينا حتى اللون. معلقه ديال الخرقوم بلدي، معلقه ديال الابزار تكون ممسوحه، معلقه ديال السكينجبير، والملح راه تتبقى على حسب الذوق. انا درت هنا معلقه كافيه كما قلت لكم، يعني راه ملي تنحطوا الملحه على الطابله يعني ديك الساعه اللي بغى يضيف الملحه راه تيضيفها. وطبيعه الحال غادي نضيف هنا واحد جوج معالق ديال القزبر يابس مدقوق اللي تيعطيونا واحد المذاق اللي هو زوين بالنسبه لهاد القضبان. غنضيف نص معلقه ديال السودانيه تتعطينا حتى هي مذاق زوين. وغادي نضيف هنايا واحد المعلقه كبيره ديال الخل اللي غادي تخلي لي هاد القضبان يجيونا فتيين وما يجيوناش قاصحين في الطياب. عندي هنايا القزبر ومعدنوس اللي هكا مقطعاهم، انا ديجا كانوا عندي في كونجيلاتور. وتنضيفوا هنا الزيت باش تعطينا واحد اللون لهاد القضبان ديالنا ويجيونا محمرين في الطياب. صافي انا غادي نستعمل يدي باش نخلط هاد العطريه مزيان مع هاد اللحيمات حتى يتشربوا ليا، لان صراحه قد ما خليناهم شربوا لينا العطريه راه تيجيونا فتيين وتيجيونا لذاذ وما تياخذوش معنا الوقت بزاف في الطياب. تنحاول ندخل فيهم هاد العطريه هكذا باليد ديالي كما تلاحظوا، يعني قد ما شرمناهم وخليناهم راه تيجيو لذاذ. يعني مثلا كنا غادي نديرهم في الصباح، يعني نحاولوا هكذايا في الصباح بكري ملي يلاه نفيقوا نسبقوهم هما الاولين نديروا فيهم العطريه ونخليوهم يعني حتى لديك الوحده ولا الوقت اللي غادي نحتاجوهم نوجدوهم. او لا هكذا كنا غنديرهم في الليل. طبيعه الحال حنا غادي نشرملوهم مع تقريبا ديك 3 ولا 4 صافي، وتنحتفظوا بهم في الثلاجه راه ما تيوقع عليهم والو حتى تنبغيو نطيبوهم وتلقاوهم موجودين. كما تلاحظوا ضروري نوصلوا هاد العطريه كامله لهاد اللحيمات. انا درت اناء صغير ولكن غنحاول غير شويه بشويه حتى ندخل العطريه كلها في هاد القضبان. بالنسبه للبصله كاين اللي ما تيبغياش هكذايا طروفه، راه يمكن لكم تحكوها وتضيفوها حتى هي تتعطينا نفس النتيجه وتيجيو القضبان ديالنا لذاذ بهذه الطريقه. كما قلت لكم يعني شرموله اللي سهله وبسيطه، ولكن راه المذاق تيجي لذيذ بزاف. صافي انا من بعد ما شرملت هاد القضبان ديالي على هاد الشكل غادي نحاول نغطيهم ونحتفظ بهم في الثلاجه حتى الوقيته ديال الغدا، وديك الساعه غادي نكمل معكم باقي المراحل. صافي هنا كيف ما تلاحظوا معايا خديت واحد البلاستيكه ديال السلوفان وغادي نغطي بها هذا الاناء وغادي نخليه على جنب. يمكن لكم ديروا في الثلاجه كما يمكن لكم انكم تحتفظوا به غير فوق البوطاجي الا بغيتوا. من بعد ما خليت اللحيمات ديالي رقادوا مزيان وتشربوا لي ديك العطريه، غندوز دابا باش غادي نركبهم هكذا
في القضبان. والطريقه طبيعه الحال راه ساهله، الطريقه المغربيه اللي صراحه ما كاينش مراه ولا راجل ما تعرفش يدير هذه الطريقه. يعني تنحاولوا هكذا نركبوا دوك اللحيمات في القضبان ديالنا، وحنا تنركبوا وحنا تنضغطوا عليهم في نفس الوقت. وبالنسبه للكميه راه تتبقى لكم اختياريه، راه يمكن لينا نديروا 5 قطعات ولا 6، تيبقى لكم نتوما على حسب الرغبه. وكما قلت لكم انا بالنسبه لي هنايا تنفضل انايا هاد الهبره ديال اللحم ضروري يكون فيها هكذا شويه ديال الشحمه، باش القضبان ديالنا يجيونا فتيين ملي تنكونوا نطيبوا فيهم وتيجيو لذات طبيعه الحال. غادي نستمر بحال هكذا حتى نكمل هاد الكميه كلها اللي عندي، ونتلاقاو ان شاء الله. ايوا صافي كما قلت لكم البنات، من بعد ما غنكمل هاد الكميه ديال اللحم ديالي كامله غادي ندوز هنايا باش غادي نشارك معكم الطريقه ديال الطياب. انا استعملت المجمر، يمكن لكم تستعملوا حتى شويه ديال الضوء الا بغيتوا. بالنسبه لي كما تنعرفوا الفاخر تيبقى شي حاجه اللي مميزه بالنسبه للقضبان، وتيعطينا واحد المذاق اللي هو زوين ولذيذ. يعني غير نحاولوا هكذايا نبقاو نقلبوا فيهم باش ما يتحرقوش لينا وما يجيوناش طبيعه الحال ناشفين. وبالنسبه للطريقه ديال التشعال ديال المجمره البنات، الا بغيتوني نشارك معكم الطريقه خليوها ليا في التعاليق. الصراحه طريقه اللي هي سهله وبدون عناء، ما عمرك غادي تلقاي المشكل مع التشعال ديال الفاخر. صراحه انا كنت تنكره هذيك القضيه ديال الفاخر، ولكن ملي جربت واحد الطريقه تيشعل معنا بسرعه بدون عناء بدون مجهود، طريقه اللي هي زوينه وسهله طبيعه الحال كما قلت لكم البنات. الا بغيتوها خليوها ليا في التعاليق باش نشاركها معكم. صافي هنا البنات كما تلاحظوا معايا راني حيت الكميه الاولى ديال اللحم اللي طابت ليا، وانا هنا ضفت الكميه الثانيه، وطبيعه الحال غادي نطيبها بنفس الطريقه. صافي البنات هنا كما تلاحظوا معايا من بعد ما كملت القضبان كاملين شويتهم على هذا الشكل راه تيجيو لذاذ وتيجيو فتيين وتيجيو اكثر من رائعين. وطبيعه الحال انا رافقتهم هنايا بالبطاطا فريت، ورافقتهم طبيعه الحال بشليضه مغربيه بالفلفله مشويه ومطيشه والخيار. تيجي طبق صيفي خفيف لذيذ، والاهم انه تيتحضر معنا بسرعه. وطبيعه الحال البنات كما تنقول لكم ما تبخلوش على اختكم بالتعاليق وباللايكات ديالكم الزوينين، وشكرا ومع السلامه.